ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه كفته هتنسينا عمايل الكفته العاديه، وبنص كيلو لحمه مفرومه وشويه اضافات هتخلي الكفته معانا اقتصاديه وموفره وعلى قد الايد. شايفين جمال الصينيه؟ اللي يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. نبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. نص كيلو لحمه مفرومه هنضيف عليها حبه بطاطس وتكون مبشوره، بصلايه كبيره مبشوره وعصراهم من الميه بتاعتهم، وده قرن فلفل احمر وبشراه بردك يا حبايبي. التوابل بتاعتنا معلقه صغيره ملح، كزبره ناشفه، بابريكا، فلفل اسود، وبهارات، بهارات لحمه 7 بهارات براحتك. كل ده هيتقلب مع بعض وهضربه ضربه في الكبه. ضربناه في الكبه، شايفين اللحمه نعمت معايا، كل المكونات بقت خليط واحد. هسيب اللحمه قيمه ربع ساعه في التلاجة وهصبعها، ولا بسيخ ولا بقلم ولا باي حاجه، الصوابع العاديه اللي طول عمرنا كنا بنصبعها بالشكل دوت يا حبايبي. طريقتها سهله وبسيطه. اصبعها كلها بالشكل دوت. لو اي حد عايز يعملها وما يضيفش عليها حبه البطاطس او قرن الفلفل ويحط البصلايه بس مبشوره براحته، لكن بصراحه اضافه البطاطس كترت الكميه. هي دي الكميه بتاعت نص كيلو اللحمه. هنجيب طاسه او صينيه نزلتي فيها بمعلقتين من الزيت وحته زبده، الماده الدهنيه حسب الرغبه. عايزه تحمريها بسمنه بس براحتك، هتعملي زي وحته الزبده لازم معاها شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش معانا. هننزل بالكفته واحده واحده عشان نحمرها تحميره بسيطه، عشان هي لسه هتاخد بقيه سواها في الخلطه اللي احنا هنعملها. اتمنى يا حبايبي تجربوا الوصفه ديت، هتبطلوا تعملوا طريقه الكفته العاديه بتاعتنا. بصراحه عجبتني جدا، تحفه. ما حدش دقها الا لما قال لي ايه الجمال ده. بنقلب كده في الكفته واحده واحده لغايه الكفته ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، وهنشيل الكفته كل صباع بصباعه، مفيش حاجه فكت معانا عشان ما حدش يقول اضافه البطاطس هتفكك الكفته. في نفس الصينيه هنزل ببصلايه مقطعاها طرنشات، هقلب فيها لغايه ما تدبل حاجه بسيطه. في الوقت ده هنزل عليها بقرنين فلفل مقطعاهم قطع صغيره، اي فلفل عندك رومي حامي براحتك. هقلب تقلبتين واحط فصين توم مهروسين بيدوا طعم للصينيه حلو جدا. هنزل عليها بمعلقتين صلصه معلبات، واكون محضره 3 حبات طماطم ومقطعاهم مكعبات صغيره. هنقلب تقلبتين ما نسيبش الصينيه لغايه ما نلاقي الطماطم دبلت حاجه بسيطه معانا. هننزل عليها بمعلقه صويا صوص او دبس الرمان، لا معلقه من ده لا من ده. في الوقت دوت انا هزودها حبه ميه، نص كوبايه ميه او كوبايه ميه، لو حابه الصوص يبقى كتير معانا. نزلت بالملح، هضيف عليها معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره بهارات او 7 بهارات. في الوقت ده هنزل بالكفته هفردها كده في الصينيه. بصراحه في الوقت ده لقيت الصوص او الميه بتاعتها مش كتير، ضفتي نص كوبايه تانية على نص الكوبايه الاولانيه، وهغطيها وهوطي عليها قيمه 10 دقايق. بصوا جمال الصينيه، تحفه تحفه، ايه طعم خطير. اتمنى تجربوا الوصفه. هنعمل بقى جنبها شويه رز ابيض. يلا بينا. نزلت بمعلقه زيت وعليها معلقه او معلقتين زبده، بردك براحتك، بسمنه بزيت براحتك. اتقدحوا معانا، كنت غاسله الرز ونزلت بيه. انا هعمل رز ابيض، عايزه بقى تعملي حبه رز بشعريه براحتك. هنقلب في الرز كام تقليبه كده لغايه ما يتشرب من السمنه او الزبده اللي احنا حاطينها. هضيف عليه الملح وهقلبه تقليبه، واكون في الوقت ده مسخنه ميه بتغلي وهنزل بيها على الرز. بنغطي الرز بالميه قيمه عقله صباع. انا بصراحه عمري ما عايرت معيار للرز. قلبت تقلبتين وهغطيه، مفيش 5 دقايق هتلاقيه اتشرب وبقى فيه حبه ميه بسيطه جدا. هتوطي عليه ربع ساعه بالكتير وهيستوي معانا. تعالوا بقى نغرف الرز ونشوف الكفته بتاعتنا. حلاوه الصينيه، شكلها يفتح النفس. ايه رايكم؟ بذمتكم شكلها بس لوحده يجوع. بصوا جمال الكفته، تحفه. الوصفه دي اتمنى تجربوها، للي ما عملهاش قبل كده واللي عملها على عيننا وراسنا. الصوص ده اتاكل قبل الكفته.
وحبة الرز الابيض جنبها تحفة. والف هنا وشفا على اللي كل. اتمنى اللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك يا حبايبي، فضلا وليس امرا. واوعوا تنسوا اللايك اللي دايما بتنسوه. اسيبكم في رعاية الله.